في جزء جديد نزل من دراجون بول، ناس كتير ما تابعتوش لانها كانت فاكراه فيلر. الجزء له علاقه بالقصه وبيتكلم عن دراجون بول بعد دراجون بول زد وقبل دراجون بول سوبر، اسمه دراجون بول ديما. بيتكلم عن جوجو بعد ما غلب ماجن بو وازاي عالم الشياطين اتاثر، لان ماجن بو اول ما ظهر حول ملك الشياطين بتاعهم لبسكوت وكلب. والانمي بيبدا في الاول لانه عارف ان اغلب متابعين دراجون بول زد كانوا زهقانين من ارك ماجن بو اصلا، واغلبنا نساه طبعا. في اول حلقه هتلاقيها نص ساعه بيعيد لك ذكريات ايه اللي حصل في ارك ماجن بو ده، وبيفكرك ايه اللي حصل في الاحداث وايه اللي حصل مع شخصيات زد. في النهايه بيوصلك ديما بيجيب لك عالم الشياطين، وهو بيقرر ان هو يحاول يستعيد كرات دراجون بول اللي موجوده في عالم الشياطين ويسيطر على العالم. ولما بيروح وبيجمع كرات دراجون بول تاني بيقوم جاي محول كل شخصيات انمي دراجون بول لشخصيات اطفال، فبيحاول جوجو لطفل وفيجيتا لطفل وكلهم يرجعوا اطفال تاني، وده بيعيدك بقى لذكريات دراجون بول الاول خالص. وفعلا حتى جوجو قالها في اول حلقه، فبجد بيكون حاجه ممتعه وحاجه الفانز دراجون بول الحقيقيين هم اللي هيستمتعوا بيه. يمكن عشان كده هو مش مشهور، لانه هو فعلا معمول لفانز دراجون بول. فلو انت شفت السوبر مش مهم، اهم حاجه تكون شفت دراجون بول زد وتكمله، فهو فعلا من امتع الحاجات اللي شفتها، وفعلا خفيف، وفي بدايه حلقاته بتبقى كوميديه، بعد كده بيبدا الاكشن ويبدا الاثاره. واهم حاجه فيه ان سوبر ساين 4 بقى جزء اساسي من عالم دراجون بول، ما عادش فيلر، ما عادش مجرد عمل فان ارت، بقى رسم خلاص في عالم دراجون بول. فدي من امتع الحاجات واهم حاجه اللي هنطلع بيها من ديما. واللي ما تابعش دراجون بول فهو يعتبر الاب الروحي للانميات، فحقيقي من اهم الانميات اللي اتعملت في التاريخ، ومن اكتر الانميات اللي قريبه من قلب الناس فعلا، وخلتهم يبقوا يتابعوا ويتفرجوا على الانمي لحد النهارده. تنساش تشوفه وتقول رايك في الكومنتات.